هاي، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن كيف نجعل الوسط المحيط بنا لا يؤثر علينا. طبعا لا يؤثر بالسلب علينا عشان نبقى بس فاهمين الفيديو. عنوان الفيديو اتخذته من بنوتة مشتركة عندي في القناة، حبتني أتكلم عن الموضوع ده، فيا رب أكون عند حسن ظنك وتستفادي من الفيديو على أكمل وجه. اول بوينت حابه اتكلم معاكم فيها وهي الانتظار. ما خليش نفسي محط انتظار لموقف، او حتى كلام ايجابي، او حتى تحفيز وتشجيع. ليه؟ لان البشر مش ملايكة، مش قاعدين شايفين السعي بتاعي وهيجازوني عليه، والبشر مش الله سبحانه وتعالى اللي هيجازينا على السعي. الذي يجازي على السعي وبيوصلنا لنتيجة مرضية هو الله سبحانه وتعالى. وصدقوني، الانتظار من الناس غاية لا تدرك. لو انتظرت منهم موقف ايجابي، ما عنديش الثقة فيهم ان انا انتظر موقف تاني وموقف تالت وموقف رابع ايجابي منهم. اكيد انا مش محور حياة الناس، ولا هم كمان محور حياتي، فانتظار الناس غاية لا تدرك. طيب، نحل المشكلة دي ازاي؟ لازم نفهم ان احنا كلنا عندنا مشاعر، عندنا اولويات، عندنا قيمة واهداف. كل الحاجات دي مشاعر، اولويات، قيمة، اهداف، بنستمدهم من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يحدد لي قيمتي. ازاي؟ باني اشحن منه من خلاله. طبعا هو المصدر، هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي كرمني، هو اللي أعطاني العقل والحكمة، أعطاني الفهم. فمسؤوليتي تجاه نفسي أني أتوقف عن الانتظار من الأشخاص وأنتظر من الله سبحانه وتعالى. البوينت رقم 2 أو النقطة رقم 2 اللي حابة أتكلم معاكم فيها وهي الانشغال بالنفس. الانشغال بتطوير النفس، بتطوير الذات، بتثقيف نفسي، بالقراءة، بلعب. حتى الانشغال يقلص الاوفر ثينكينج، يقلص التفكير السلبي، يقلص حتى التفكير بالناس، يقلص حتى الانتظار. زي ما قلت لكم في البوينت رقم 1، ما خليش نفسي محط انتظار. انا قاعده مستنيه ليه؟ فاللي هيخليني انتظر وهيديني ادي لنفسي حريه للانتظار. ليه؟ ما ادي نفسي حريه الانشغال بنفسي، التثقيف، التطوير. طول ما انا مستنية من الناس، معناته انا فاضية، عندي وقت فراغ كبير. اشوف بقى الوقت بتاع الفراغ الكبير ده ضايع في ايه وابتدي املاه. هو ده اللي هيشغلنا عن الناس وهيشغلنا عن الاوفر ثينكينج كمان. النقطة رقم 3، السيف سيركل او دائرة الامان. الشيء اللي احنا لو عملناه كلنا هنستريح، كلنا هنستريح. علشان بس نبقى فاهمين، دائرة الأمان لا تتمحور أبدا على العائلة، ولا الأقارب من الدرجة الأولى ولا من الدرجة التانية حتى. تتمحور حول الشخص اللي أنا متأكدة 100% إن هو هيساعدني وقت ما أنا I need help، أنا محتاجة مساعدة. ف I need help دي مش I want كمان، I need، أنا بحاجة إلى، هو أكتر واحد هيساعدني. فدائرة الأمان تتمحور أولا على الله سبحانه وتعالى، طلب الاحتياج من الله والانتظار منه، والشخص اللي هيساعدني، اللي وقت ما هحتاج فعلا المساعدة هبتدي أرفع سماعة التليفون وأتكلم على إن أنا بحاجة في هذا التوقيت إلى مساعدة. مش مهم ابدا الشخص ده يبقى من العائلة ولا من اصدقاء العمل، ممكن يبقى جار، او حتى ممكن يبقى صديق من مكان بعيد. بس ممكن ما يبقاش حتى كمان، يعني مصادر الدعم ممكن ما تبقاش بفلوس، ممكن تبقى بكلمة، ممكن تبقى بابتسامة، ممكن تبقى بحلول. يعني في شخص يقدم حل فبالنسبة لي يبقى مفيد، والشخص يقعد يديني كلام ايجابي بس ما ادانيش حلول. طب فين الحل؟ فالشخص اللي انا I need هيديني الحل، هو ده يبقى معايا في السيف سيركل جوه. ما دون الشخص ده بره السيف سيركل، بره خالص.
ما دخلوش اصلا جوه. فما تزعلوش لو لقيتوا فعلا في اشخاص كتير قوي من العائله بره السيف سيركل، ده عادي جدا. وما تنسوش ان احنا بشر وكلنا بنغلط، وان احنا برضو مش ملايكه. لو حبيتوني كمان اتكلم لكم اكتر بشكل عميق عن السيف سيركل، قولولي اعمل لكم فيديو كامل عن الموضوع ده. البوينت رقم 3، نبطل ندخل في مناقشات مع كل الاشخاص اللي حوالينا. نبطل نثبت ذاتنا، نبطل نقول نبطل نقول لا. احيانا السكوت والاستسلام هما الحلول. مش كل الناس هفرض عليها رأيي، مش كل الناس هقول لها المفروض تتصرف ازاي، حتى لو كانوا بيتصرفوا بشكل خاطئ. نصيحتي اقدمها مرة واحدة بس، ومن ثم اختار الشخص ده النصيحة دي كان بها، ما اختارش النصيحة ده لنفسه. الخسارة اللي هو بيغرق فيها انا ماليش علاقة بيها. قدمت النصيحة مرة يبقى مقدمهاش تاني، علشان ما دون النصيحة للمرة التانية او التالتة ده استنزاف لطاقتي، استنزاف لافكاري، استنزاف للرؤية العامة بتاعتي. فاوقف نصايح من المرة التانية. هي مرة واحدة بس انصح بيها، مرة تانية او تالتة لا، ما عملش الكلام ده. علشان انا طاقتي مهمة جدا، انا بستثمر في طاقتي، بستثمر في وقتي، بستثمر في طريقة الانتظار بتاعتي، بستثمر في انشغالي. طبعا كل الاستثمار ده هيعود عليا بالنفع، هيعود عليا بالطاقة الإيجابية، هيعود عليا بطاقتي مخزناها لنفسي، طاقتي أنا عارفة بحطها فين والمين. البوينت تقريبا رقم 4 ودي الأخيرة، نتعلم التجاهل بتاع المحيط السلبي. هل كل الأشخاص دول اللي حواليا كلهم صح؟ أكيد لأ، كلهم مش صح. ممكن انا نفسي ما بقاش صح، انا ندى ممكن ما بقاش صح. فهل كل الكلام اللي هما بيقولوه ده ينطبق 100% عليا؟ كل انا وحشة بالطريقة دي؟ هل احنا فعلا وحشين قوي بالطريقة دي؟ اكيد لا. اكيد كل الكلام ده لا ينطبق عليا، لا ينطبق ولا حتى 1%. فانا ليه اقعد اثبت نفسي واقعد اقول تاني واقعد اقول لا تاني؟ انفض، اتجاهل. تمام انا وحشة، اوكي، شكلي وحش فعلا، انا كان شكلي وحش، ثانك يو على النصيحة، بس واسكت. ليه شكلي وحش؟ ليه؟ لا ده انا لابسة كذا. لا، اثبات النفس مش متطلب، التجاهل هو الحل. التجاهل هستنزف كده تاني طاقتي، هستنزف افكاري، هقعد اتكلم كتير، هبذل مجهود بدني. اصلا الفكرة دي ممكن عشان انا قاعدة بتكلم وبحاول اثبت الافكار بتاعتي ورأيي للناس هستنزف مجهود بدني كبير، كأني داخلة حرب. ليه؟ فالتجاهل هو اسلم حل. طبعا دي مجرد افكار او نصايح تقدروا تطبقوها، فتعالوا اعيدها معاكم كده على طول. الانتظار من الناس هيتعبني، الانتظار من المحيط السلبي هيتعبني جدا جدا. الانشغال بنفسي هيساعدني كتير جدا جدا في عدم الانتظار. الانشغال هيساعدني في تثقيف نفسي، تطوير نفسي، وده هيزود ثقتي بنفسي، فهيخليني قادر اعمل سيف سيركل. والسيف سيركل هنا لسلامي واماني النفسي فقط لا غير. والتوقف عن المناقشات واثبات الاراء ووجهات النظر للاشخاص، اثبات طبعا ارائي ووجهات نظري للاشخاص. اخر حاجة وتقريبا النقطة رقم 5، التجاهل. التجاهل ثم التجاهل ثم التجاهل. مش كل كلمة هنقعد ندقق فيها وهنحلل فيها وهنكبرها. التجاهل اسلم حل. التجاهل كده عامل كأني انا رافعة ايدي لفوق وفجأة نزلتها. لو انا رفعت ايدي لفوق كده مش ايدي هتتعب؟ ايديا من هنا توجعني. فليه اهو الاستسلام بس. على فكرة انا شرحت تقريبا البوينت بتاعت الاستسلام دي في الدين الاسلامي، لما بشرح لكم الديانة الاسلامية ليها علاقة بالسلام النفسي، فده جزء على فكرة من الموضوع. لحد هنا يبقى الفيديو خلص. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا الفترة الجاية. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو عجبكم الكونتنت بتاعي وحابين تتابعوه، وما تنسوش تعملوا لي لايك كمان. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.